دونك انا اللي غنوجدهم. ما عرفتش علاش صراحه كنقول لها هادشي اللي كاين بزاف ولفتها، كنتمنى نحيدها. حادقه ولا ما حادقاش؟ قولوا لي كيجيكم. انا غندير كريمه بوحدي ونحيدو بوحدي. يسرا بالله عليك، حتى شي حاجه ما كتستاهل تخليو بلادكم والديكم عائلتكم على قبلها وتجيو هنايا لاوروبا، خصوصا دابا. سلام، صافا، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم في اطار تحضيرات رمضان وفي الدقيقه 90 بطبيعه الحال غادي نوجدوا بسيطلات هكا على قبل رمضان. بطبيعه الحال غنديرهم في الفريغو باش هكا الا كنا خدامين ولا شي حاجه غير نجبدوهم ونديروهم في الفران، يعني تسهل علينا القضيه شويه. دونك انا اللي غنوجدهم. وانا عارفه بزاف الناس هكا كيعرفوني من بعيد وهذا غيقولوا كيفاش يسرا غادي تطيب بسطيله. انا راه كيعجبني نطيب، والناس اللي قراب لي فريمون عايشين معايا عارفيني شحال انا كيعجبني نطيب وكيعجبني ندخل الكوزينه. وهادشي اللي كاين، واخا راني ماشي بروفيسيونيل بطبيعه الحال، زعما ماشي شي وحده كتعرف طيب، ولكن كنطيب داكشي اللي كيعجبني وكندير طريقتي. وكنقول لمرت خالي من هذا المنبر مريم، كنقول ليها الا شفتي شي حاجه ماشي هذيك في الطياب ديري براسك ما شفتي والو، حيت هي تبارك الله ما شاء الله راه النمبر وان بالنسبه لي انا. واخا راه عائلتي كامله تبارك الله كيعرفوا يطيبوا، ولكن هي بالنسبه لي كيعجبني طيابه بزاف. يعني واخا كنذوق شي حاجه زوينه عند اي واحد، ملي كنذوقها عندها هي كيجيني طيابه سبحان الله بوحدو، عنده واحد المذاق خاص. ومهم طيابها زوين. وماما ما تقلقش عليا، ماما راه حتى هي ما نهضرش ديجا، ماما راه كيعجبني طيابه. وهادشي اللي كاين. دونك خليكم مع الفيديو حتى الاخر، غنوريكم طريقتي كيفاش كنصايب بسيطلات صغيورين. واخا هنا راكم عارفين في الطاليان وهذا عندنا مشكل ديال الورقه، ولكن حاولنا نجيبو هكا ورقه اللي مزيانه، واخا راه صغيره دونك انا عارفه غتعذبني شويه، ولكن ماشي مشكل نحاولوا معاها. دونك تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، نتمنى يعجبكم وتخليوا لي لايك وعلاش لا سبسكرايب ودي كومونتير وهادشي اللي كاين. المهم مشيت جمعت شعري، واخا راه انا مولفه كندير هكا الزيف منين نبغي ندخل الكوزينه، ولكن ما زعمت الصراحه ما زعمت الصراحه ندير ديك الشده في الفيديو. المهم خليكم معايا، انا غنوريكم شنو عندي. كاين بزاف د الحوايج يعني نورمالمون كيداروا في البسطيله وما عنديش، ولكن زعما ماشي مهمين بزاف. المهم خليكم انا غنوريكم شنو عندي. دونك بالنسبه لداكشي اللي عندي الورقه. الورقه عندي 5 ديال الباكيات، وكل باكيه فيها 10، دونك عندي 50. ولكن ما عرفت الصراحه واش هذوك البسيطيلات غنحتاج فيهم اكثر من ورقه، حيت راكم عارفين الورقه راه كتبغي الدوبل. المهم انا غنجرب وحده ونشوف، الا كانت غنحتاج غير ورقه وحده لكل بسطيله راه غتخرج ليا 50، كنت غنحتاج اكثر تخرج ليا اقل من 50. بالنسبه للشعريه الصينيه عندي هذه، راكم عارفين هنا ما متوفراش هذيك ديال الروز، بعدا انا في البلاصه اللي ساكنه فيها ما كايناش. وديجا هذه راه خديتها من محل مغربي، يعني حتى في لي كون سيرفاس راه ما كنلقاوهاش. دونك جبت غير وحده، ما عرفت صراحه واش غنحتاج اكثر. المهم نسلقها ونشوف. بالنسبه للحوت، اول حاجه عندي الكروفيت، هنا عندي 350 غرام. ما عرفتش حتى هي واش غنستعمل الكميه كامله ولا لا، حيت على حسب الورقه ما بغيتش ندير بزاف ديال العماره وفي الاخر الورقه ما تكفانيش. عندي الحوت الابيض، وعندي هذه صراحه ديجا محلوله، غنستعمل هذه عاد نكمل من هذه الا احتاجيت. وفي بلاصه الكالامار غنستعمل هذا قالت لي اختي ديريه راه كيجي حتى هو زوين في البسطيله، وانا صراحه عمرني جربته، كنديرو نورمالمون الكالامار، ولكن قالت لي اختي راه زوين دونك غنجربوه. وعندي شامبينيون عادي، ما عندي صراحه داك شامبينيون نوار ما لقيتوش، ولكن غنستعمل هذا حتى هو زوين. بالنسبه للاقامه، اول حاجه الربيع عندي غير هاد لا كونتيتي قليله، ولكن عندي هذاك اليابس اللي كناخذو حتى هو من السوبر مارشي. عندي الثومه هكا غنطحنها، وعندي حتى هاد الثومه بودر، والبزار بطبيعه الحال. كاينه التحميره،
شوفوا بالنسبه للتحميره انا كنستعمل الطريقه ديال مرت خالي، اللي هي كتشد التحميره مثلا وكدير، المهم كتشد معلقه صغيره ولا هذا، كديرها في كاس ديال الزيت، هكا زيت العود ولا زيت العاديه، وكتخليها تطلق فيها، وهذاك الزيت هي اللي كتستعمل. ما كديرش التحميره في هذا، ما كديرش التحميره في الاقامه باش ما تجيش هكا ديك ما تجيش مرمله وداك الشيء، فهمتوا؟ مهم. هذا الخرقوم بطبيعه الحال، وعندي حتى هذا الزعفران على حسب اللون. المهم راه غندير منه غير شويه، حيت حنا في المغرب كنديروا ديك الضامه الصغيره، هنا ما كايناش. عندي لقامه ديال الحوت، هذه جبتها معايا من المغرب، كاينه هاد الحمراء والبيضاء، المهم الناس اللي كيصاوبوا البسطيله راهم عارفين. واكثر حاجه مهمه ما عنديش اللي هي الهريسه، ولكن عندي هاد الفليفلات صغيورين هادو غنطحنهم حتى همايا مع الثومه وداك الشيء، راه فريمون غير جوج كيحروا الماكله بزاف. دونك انا ما غنستعملش منها بزاف، غنستعمل غير جوج، لان ديجا بنات اختي ما كيعجبهمش الماكله حاره. دونك هادشي اللي كاين، خليكم معايا انا نوريكم لي زيتاب اللي كندير. المهم غندير الشعريه تسلق، ما نخليهاش بزاف في الماء سخون، غير شويه غنصفيها حيت ما غنستعملهاش دابا، دونك ما بغيتهاش تبقى في الماء سخون بزاف باش ما تعجنش. المهم انا كنظن هذه بوحدها كافياني، مني غادي تسلق وديك الساعه نشوف الكونتيتي اللي غتخرج ليا. طحنت الثومه وهذيك الفليفله الصغيره اللي وريتكم، دابا غنزيد عليها الربيع وغنزيد عليها لقامه ديال الحوت، غندير غير معلقه صغيره من كل وحده فيهم، وحده ها جوج، نزيد غير شويه من هذه صافي. غندير حتى هاد الثومه بودر حيت كتعجبني، ما عرفتش علاش كيجيني مذاق زوين كيبنن، ندير شويه حقاش ديجا عندي ثومه الاخرى، وندير البزار ندير الخرقوم وشويه ديال السكينجبير، ما قويتش بزاف حيت انا ما كتعجبنيش الاقامه تجي باينه، يعني تجي بحال هكا مرمله وداكشي ما كيعجبنيش، كتعجبني يجي المذاق زوين ولكن الاقامه ما تجيش باينه بزاف. المهم بحال كندير فيها بروفيسيونيل، ما تديوش عليا راني غير كندير داكشي اللي كيقولوا ليا. المهم غندير حتى هاد الزعفران شويه منه، باش ما بغيتش ندير هذاك الملون، على الاقل هذا كيكون مطحون زوين ماشي. ودابا غندير شويه من هذاك الزيت ديال التحميره اللي قلت لكم، ديجا درت التحميره في يعني في واحد اللعيبه ودرت عليها الزيت، هي باش غادي نخلط، ما غاديش ندير التحميره في الاقامه حقاش كيف ما قلت لكم كتجي باينه. ندير غير شويه، وهذاك الشيء اللي بقى ليا هو باش غادي ندهن الورقه. وغادي نوريكم حتى هذاك الحوت اللي درتو يتسلق، حيتاش كاين اللي غنديرو يتسلق، كاين اللي غادي نديرو في المقله هكا، وكاين اللي غندخلو الفران بحال الحوت البيض غنديرو في الفران. غندير غير شويه ديال الاقامه ونديرو في الفران، والكروفيت غنديرو في المقله مع هاد الاقامه هادي، وحتى شعريه صينيه حتى هي غنديرها في المقله. قبل ما ننسى، ما عندي حتى شي حاجه فيها الملح، يعني انا ما درتش الهريسه، ما درتش داك الحامض المصير، واخا ما عرفت صراحه واش كيدار في البسطيله ولا لا، المهم انا ما كنديروش. دونك انا ما عندي حتى شي حاجه اللي فيها الملح، دونك غندير الملح ديالي عادي، ومن بعد غنذوق ونشوف الا خص غادي نزيد. دونك دابا غندير معلقه صغيره، المهم درت قد هكا. هنا الملح عندهم راه ما ملحاش بزاف، دونك واخا نزيد انا عارفه من بعد راه غادي نزيد. صافي غنوريكم الحوت كيتسلق، شفتوا؟ دابا راه صافي غادي نطفي عليه، يعني ما نخليهش يزيد يتسلق بزاف حيت انا اصلا بغيتو غير يتحل صافي. دونك دابا راه بارك عليه. واصلا هاد الحوت هذا ما كيبغيش يتسلق بزاف، حقاش الا تسلق بزاف كيقصح، وهو ديجا غادي يعاود يطيب في الفران، يعني ملي غادي نديرو البسطيله في الفران راه غادي يطيب فيها.
دونك ما كاينلاش يزيد يتصدق بزاف باش ما يمشيش ليه هكا لوغو ديالو وما يقصحش لينا، بغيتو هكا يبقى رطب شويه. وهادشي اللي كاين. ما عرفتش علاش صراحه كنقول لها هادشي اللي كاين بزاف، ولفتها كنتمنى نحيدها وصافي. دابا غندير الكروفيت يتشحر في المقله مع هاد الاقامه، من بعد غنحيدو وغندير هذاك الحوت اللي سلقته نص سلقه غنقطعو وغنديرو حتى هو يتشحر شويه، غير شويه، غير يدخل مع هذيك الاقامه. الحوت البيض غندير ليه حتى هو شويه ديال الاقامه وغنديرو في الفران. وشنو اخر؟ والشعريه الصينيه غنخليها هي الاخرى. دونك غندير زيت العود، يا اما صراحه هاد زيت العود ولا الزبده هما اللي كيجيو زوينين. غندير الكروفيت انا عندي جامد وغنزيد عليه البوطه شويه باش ما يطلقش ليا الماء. غندير هاد الكروفيت اللي عندي وغنبقى نحركو والبوطه هكا مجهده شويه باش ما يطلقش الماء. واخا ضروري كيطلق الماء ولكن ماشي مشكل، المهم غير يدخل معاه شويه الطياب. دابا جبت هاد الكميله هكا كبيره غير باش نجمع فيها كلشي، يعني اي حاجه قاديتها غنديرها هنايا، يعني هذه اللي غنخلط فيها. دابا الكروفيت راه صافي ديجا تشحر وطلق ليا الماء، ولكن ما عندي ما ندير. هذاك الماء ما غاديش نلوحو بطبيعه الحال، غادي نشحر فيه الشعريه الصينيه مني يعني كيف ما قلت لكم مني نقرب نسالي. هذا صافي ها هو سلقته وقطعته، شفتوا؟ المهم وريتكم الكونتيتي في الاول شحال، يعني كانت كونتيتي كثيره وهادشي اللي خرجات، يعني فريمون كيخرج شويه ملي كيتسلق ما كيبقاش فيه بزاف. حتى الكروفيت هو صافي مني شحرتو داكشي فريمون ولا صغيور، يعني الحوت اول مره نكتشفها انه ملي كطيبيه كيقلال، يعني ما كيبقاش كثير بحال اللي كيكون خضر. دونك هادشي اللي كاين. انا غادي نشحر بنفس الطريقه هذا اللي سلقت وقطعت، ومن بعد هذاك الماء اللي خرج ليا الكروفيت غنشحر فيه الشعريه الصينيه وغادي نخلط كلشي، وبقى ليا غير الحوت البيض حتى هو نديرو في الفران. ندير ليه قامون نديرو في الفران غير واحد شويه صافي ونخرجو، وغادي نبدا ديك الساعه نقاد في البسيطات ديالي. المهم تقريبا راني ساليت، غير هو خصني نحيد عليا كاع الماعن، عاد غنبدا ان شاء الله نقاد في البسيطات الصغار حيت ما كيعجبنيش نشقى في الروينه. ودابا ملي رجعت الدنيا نقيه ورديت كلشي لبلاصتو، نقدر دابا نبدا نصوب بسيطلات حادقه ولا ما حادقاش. قولوا لي كي جيتكم. لقيتوني عدقت كاع داكشي اللي قاديت، وصراحه جات يعني جا لو هو هذاك، ما ناقصه لا ملح لا حتى شي حاجه، وصراحه عجبني الحال. حيت فريمون جاتني بحال البسطيله اللي كنقادو في المغرب، حيت دابا راه نورمالمون ناقصاني شحال من حاجه، دونك ما توقعتش غتجيني بحال هكا، مي جاتني زوينه. دونك دابا غنبدا نقاد في البسيطلات، وكما قلت لكم انا الورقه ما عنديش كافيه، دونك غنحاول نستعمل كل ورقه في بسطيله وحده، وغنشوف واش غنقدر ندير هكا ولا لا. سينو راه غادي نخلي العماره حتى العشيه ونعاود نزيد الورقه ونجي نكمل. المهم لقيتوني عاد جبت هذه، صراحه ما عرفتش علاش ما جبتهاش من قبيله،
باش هكا مني نكون نقاد يبان لكم حسن، لحقاش ورايا الضو دونك من هنا غيبان الظلام. خاص نورمالمون يكون الضو قدامي باش يبان داكشي مزيان، مي بهادي راه غتعطي الضو زوين. المهم لقيتو بنت اختي يلا دخلت من المدرسه وعطيتها الذوق. دابا هي غتقول لنا رايها، عرفتي دارت واحد الرياكسيون كتخلع. قولي لينا. واه لا الصراحه ماشي تقولي حيت واش دايره فيديو، قولي حقيقه. واه رجع كلشي واه صراحه. الملح كيفاش جاتك؟ واداك ما تديوش على العربيه ديالها، راه فهمتي راه كدير مجهود باش تهضر بالعربيه. المهم جربت ندير في هادي ولكن ما حيتاش عاليه شويه دونك كتجيني صعيبه، دونك غنجرب في هادي. درت الورقه الاولى ودرت ربع ورقه بحال هكا. المهم بديت كنستفهم هنايا باش نديرهم في الفريغو. ما جانيش صراحه كثار يعني، ولكن المهم كبار دونك راه غير وحده ولا جوج الواحد كافيين في الفطور. وبين كل طبقه كندير هاد البابي هذا باش ما يلصقوش ليا على بعضياتهم. كيف ما شفتوا راه ديجا درت جوج طبقات وهذه هي الثالثه. صافي انا كملت. دابا بقى لي غير نديرو في الفريغو. المهم حتى لهنا غنسالي الفيديو ديالي. غدا ان شاء الله رمضان، يا ربي تدخلوا بالصحه والسلامه وكاع داكشي اللي كنتمناو. حنا عندنا رمضان غدا، ما عرفتش واش في المغرب غيكون غدا ولا حتى نهار الجمعه. المهم غدا ان شاء الله الا طيبت هذوك البسيطات راه غنصورهم. نقدر نحط كاع فيديو في تيشيرت ولا نحط شي فوطو ولا شي حاجه في انستغرام تشوفوهم كي جاو. وقولوا لي حتى كيفاش جاتكم الطريقه ديالي هكا في لي كومونتير. ومهم رمضان هنا راه لا علاقه برمضان في المغرب، حنا راه غير كنحاولوا نديروا الاجواء. ومهم انا فريمون هادشي مأثر فيا بزاف واحساس صعيب. رمضان بلا عائله بلا والدين. المهم رمضان في شي بلاد من غير بلادك صعيب بزاف، وانا عارفه بزاف الناس ما غيفهمونيش اللي مازال في المغرب وباغيين يجيو هنا، ما غاديش يفهموني انا متاكده. ولكن الناس اللي في حالي جاو خصوصا مؤخرا راه كنظن غيفهموني. وهادشي اللي كاين. وحتى شي حاجه المهم انا تنقول للناس اللي باقين في المغرب، حتى شي حاجه ما كتستاهل تخليو بلادكم والديكم عائلتكم على قبلها وتجيو هنايا لاوروبا، خصوصا دابا لان راه داكشي اللي كاين في المغرب كاين هنا. وبلادنا حسن بزاف حاليا، بلادنا حسن بزاف. وانا راه دائما تنفكر تنقول نقدر واحد النهار غنرجع للمغرب ويقدر يكون قريب. مهم يكون خير يا ربي، اللي فيه الخير يا ربي تجيب علينا وليكم ولكاع اللي كيتمنى شي حاجه يا ربي. وهادشي اللي كاين. غنسالي الفيديو ديالي هنايا، نتمنى يكون عجبكم. خليو لي هكا لي كومونتير ديالكم ولي لايك وعلاش لا سبسكرايب الا كانت عجبتكم لاشين ديالي. وبسلامه.